مع المغرب وهم داخلين الغابة، كل حاجة بقت غريبة. الجو بارد بطريقة مش طبيعية، والأشجار ضخمة وظلالها طويلة كأنها بتراقبهم. سامي لاحظ إن الصوت الوحيد في الغابة هو صوت خطواتهم، حتى العصافير ما بتغنيش. نادر قال: غريبة، مفيش حيوان واحد، حتى العصافير ساكتة. بالليل وهم قاعدين حوالين النار، سمعوا صوت همسات جاية من بعيد، كأن حد بينادي بأصوات ضعيفة مش مفهومة. ليلى قالت: حد سمع الصوت ده. وفجأة سمعوا حاجة زي ضحك طفلة، بس الصوت كان غريب، كأنه جاي من جوه الأرض. وهما بيتكلموا بيحاولوا يهدوا نفسهم، ليلى قامت فجأة وقالت: أنا حاسة إني مش قادرة أتنفس. ومشيت شوية لورا، وفجأة بصوا وراها ملقوهاش، كأنها اختفت في لحظة. سامي صرخ: ليلى، ليلى، انت فين؟ لكن مفيش رد. سامي ونادر اتفرقوا في الغابة يدوروا على ليلى، لكن مع الوقت حسوا إن هما بيتوهوا أكتر. الأشجار بقت كأنها بتتحرك، والطريق بيقفل عليهم. سامي سمع صوت حاجة بتمشي حواليه. لما لف شاف خيال أسود طويل، شكله زي شبح ست، شعرها نزل على وشها. وفي لحظة ظهر لسامي شبح راجل عجوز بعيونه حمرا. قال بصوت خافت: انتوا مش ضيوف، انتوا غزاة، الغابة ما بتسمحش لحد ينجو منها. الشبح كمل وقال: كل اللي بيدخل هنا وما بيحترمش الأرض دي بيبقى واحد مننا. سامي حاول يهرب، بس كل مرة يطلع في مكان مختلف. نادر شاف شجرة عليها وجوه مرعبة محفورة، وأول ما قرب منها سمع أصوات ناس بتصرخ. سامي افتكر إن هم معاهم حاجات بتلوث الغابة، وقرر يرميها بسرعة. وفجأة حس إن الطريق ظهر قدامه. بعد ما خرجوا من الغابة بصعوبة، لفوا يبصوا وراهم، لكن ملقوش أثر للغابة، كأنها اختفت. لكن الغريب إن سامي بقى كل ما ينام يسمع أصوات نفس الأشباح، ولما يبص في المراية أحيانا بيشوف ضلالهم حواليه، وأحيانا خيال ليلى واقف بعيد وبيبص عليه بابتسامة باردة. بعد ما خرج سامي ونادر من الغابة السوداء، قرروا ما يتكلموش مع حد عن اللي شافوه. كل واحد راجع بيته مرعوب وحاسس ان لسه في خطر حواليه. سامي دخل البيت على طول، لكن اول ما دخل شم ريحة دخان، كأنه لسه حوالين النار اللي كانوا قاعدين حواليها في الغابة. اول ليلة سامي نام بصعوبة، لكن بمجرد ما نام بدأ يشوف كوابيس مرعبة. شاف ليلى كانت واقفة في وسط الغابة، بتبصله بعينين سودة، بتضحك ضحكة مرعبة. كل ما يحاول يجري في الحلم الأرض بتتشقق تحته، وأصوات الأرواح بتتحول لصراخ عالي. نادر بدأ يحس بحاجات غريبة حواليه برضه. لما يبص في المراية يلاقي وراه شبح الشخص العجوز اللي قابلهم في الغابة، وكل ما يحاول يتجاهل الموضوع الشبح يقرب أكتر وأكتر. وفي يوم من الأيام سامي كان قاعد في الصالة، فجأة شاف خيال ليلى بيمر قدامه بسرعة. وقف مصدوم وقلبه بيدق بسرعة. كل ما يمشي في البيت يحس إن في خطوات وراه، وأحيانا بيشوف ليلى من بعيد مبتسمة. وفي مرة سمع صوتها بتقول: ليه سبتوني هناك؟ نادر بقى يشوف خيالات كتير في بيته، لدرجة إنه بقى خايف ينام أو يفضل لوحده. كل ما يقفل النور يبدأ يسمع أصوات همس وحد بيناديه، وأحيانا بيشوف أثر أقدام طين على الأرض، كأن حد لسه خارج من الغابة وجايله. الكوابيس دي خلت سامي يحس إن ليلى لسه حية، أو إنه روحها محبوسة في الغابة. هو ونادر قرروا يرجعوا تاني للغابة لآخر مرة. المرة دي مش علشان يتخلصوا من اللعنة، لكن علشان يعرفوا الحقيقة عن ليلى. ولما وصلوا لنفس المكان اللي اختفت فيه قالوا بصوت خافت: احنا اسفين، احنا مش هنرجع هنا تاني، بس عايزين نرجع بصاحبتنا. وبدأوا ينادوا على اسمها. فجأة ظهرت ليهم ضبابية بيضة كانت شبه ليلى. الضبابية بدأت تتحرك ناحيتهم ببطء، ولما قربت ظهرت ليلى بملابسها اللي كانت لابساها في الليلة اللي اختفت فيها. كانت بتبص لهم بنظرة حزينة وعيونها مليانة حزن، وقالت بصوت منخفض: انتوا سبتوني لوحدي، انا مش هقدر ارجع. وليلى حكت ليهم انها من وقت ما اتفرقوا حست ان الغابة حبستها في مكان مظلم. كل ما تحاول تهرب تلاقي الاشجار بتقفل عليها، ولما كانت تحاول تصرخ الأصوات كانت بتتوه وسط همسات الأشباح. قالت ليهم
إن الغابة حبستها بسبب وجود شخص ما بيحترمش الطبيعة، وإنه بمجرد دخولهم الغابة أصبحوا جزء من لعنتها. سامي يحاول يقرب منها، بس كل ما يقرب كان جسمها يتلاشى ببطء. ليلى قالت ليهم إنها مش هتقدر تخرج، وإن روحها هتفضل محبوسة في الغابة. نادر حاول يقنعها تيجي معاهم، لكنها قالت بحزن: الغابة اختارتني، مفيش خروج. وبعد ما فهموا إن ليلى ضاعت للأبد، سامي ونادر خرجوا من الغابة وهم محطمين. ولما رجعوا بقت حياتهم مليانة شعور بالذنب والخوف، وكل ما يبصوا على صور قديمة ليهم مع ليلى يفتكروا آخر مرة شافوها فيها وهي واقفة في الغابة. وفي النهاية ليلى ما رجعتش فعلا، وفضلت روحها جزء من لعنة الغابة. وكل ما سامي ونادر يبقوا لوحدهم يحسوا إن ليلى بتراقبهم كذكرى مرعبة دايما تذكرهم باللي حصل.